قصة ومخترع. في حياتنا اختراعات كتير غيرت حياتنا للأفضل، وكل اختراع منهم وراه قصة لمخترع بذل الكثير من الجهد والوقت في سبيل تحسين حياة البشر. تعالوا مع بعض نعرف بعضهم عن قرب وإيه هي قصصهم اللي كان فيها الكثير من التعب. 1. الطباعة. العالم الألماني يوهانس جوتنبرج اتولد عام 1400 وده في قرية ماينتر في مدينة فرانكفورت، وهي مدينة اشتهرت بالزراعة وخصوصا العنب، وكان فيها بيتم تحويله إلى نبيذ. وكان أول عمل التحق بيه يوهانسن هو صك الذهب، وبعد شوية سابه واشتغل في نسخ الكتب، وبدأ اهتمامه بالطباعة وكان دايما بيفكر ازاي يطورها. وجت فكرة اختراع آلة الطباعة في دماغه من فكرة عصر النبيذ اللي كانت بتعتمد على كبسه، وهي نفس فكرة صك الذهب. من هنا طرقت في دماغه إن ممكن يطبع على الورق بنفس الطريقة، والفكرة دي ابتدت في دماغه عام 1448. وقبل اختراع آلة الطباعة كانت الكتب بيتم طباعتها عن طريق عمل لوح خشب تبرز منه حروف الصفحة المراد طباعتها، وبالطبع كانت الحروف ثابتة على الخشب ولا يمكن إعادة استخدامها مرة تانية، وده كان بيخلي كل صفحة من أي كتاب تحتاج للوح خشب مختلف في كل مرة، وده اللي كان بيخلي طباعة الكتب عملية مكلفة جدا. أما الطريقة اللي اخترعها يوهانسن اللي عملت ثورة في عملية الطباعة وقتها كانت عن طريق استخدام حروف معدنية متحركة سهلة بتترص جنب بعضها، وكمان بتحتفظ بألوانها لفترة طويلة، وطبعا بيتم ترتيب الحروف لتكوين جمل مختلفة في كل مرة. كما إنه عمل طريقة سهلة لتحريك لوح الطباعة اللي بتترص عليه الحروف المعدنية، وده سرع عملية الطباعة وقلل تكلفتها اللي أدى لزيادة عدد الكتب المطبوعة. والطريقة دي أدت لانتشار الكتب في العالم كله بشكل غير مسبوق، وانتشار المطابع اللي أدى إلى صحوة فكرية وثقافية وعلمية في أوروبا كلها، اللي مهد بعد كده لظهور الصحف. وتخليدا لذكراه اتعمل متحف باسمه في مدينة ماينتر، واتحط فيه أول نسخة من الكتاب المقدس اللي اتطبع بالطريقة بتاعته، وفي كمان آلة الطباعة اللي قام باختراعها. 2. اختراع البطارية. العالم الإيطالي فولتا بعد ما أجرى تجارب على الضفدعة ووجد إنها مؤثرة للكهرباء وتمثل رجليها أقطاب سالب وموجب، اللي أدى لوجود صعقة من الكهرباء منها، فاستبدل أقدام الضفدعة بورق مملح كأقطاب سالب وموجب، اللي خلاه يكتشف المتسلسلة الكهروكيميائية والقوة الدافعة الكهربية للخلية الجلفانية. واستطاع أن يوصل إن وجود معدنين مختلفين بيعملوا كقطبين بيتولد بينهم فرق جهد، وقام بعمل نموذج للبطارية سماها بالكومة الفولتية، استخدم فيها معدنين هما الزنك والفضة، وحط المجموعة من البطاريات دي على التوالي عام 1800. ونتيجة لمجهوداته منحه نابليون لقب الكونت عام 1810، وتقاعد بعدها عن العمل 1810، وأوقف أبحاثه واستقر بمدينة كومانجو اللي اتسمت بعد كده بكومانجو فولتا، وتوفى في مارس عام 1827 ودفن بالمدينة. وبعدها صنعوا ليه تمثال ووضع على شاطئ بحيرة مدينة كومو، واتعمل متحف فيها بيضم أدواته ومخترعاته. 3. استعمال التخدير في العمليات الجراحية. لما تسأل العلماء والأطباء عن أعظم اختراع طبي أفاد البشرية في ال1000 عام الأخيرة، كلهم قالوا نفس الإجابة وهي التخدير. تخيل نفسك داخل تعمل عملية جراحية بدون تخدير، أكيد الموضوع كان هيبقى مؤلم جدا ومرعب لأي إنسان. التخدير أحدث ثورة كبيرة في مجال الطب والعلاج، وجعل أكبر العمليات صعوبة على الإنسان تتنفذ بدون ألم يشعر به المريض. وتبدأ قصة التخدير الحديثة في أوائل القرن ال18 عام 1776 لما اكتشف الكيميائي بريستلي غاز أطلق عليه غاز أكسيد النيتروز. وبعد فترة حوالي 20 سنة اكتشف بريتسلي وصديقه هنفري دافي إن الغاز ده ليه القدرة على تخفيف الألم في المرض. وفي أول القرن ال18 اكتشف العالم مايكل فاراداي إن استنشاق الأثير وهو سائل يتحول بسرعة إلى غاز لما بيتعرض للهواء بيسبب فقدان الإحساس بالألم. وبعد كده اكتشف أن استنشاق أكسيد النيتروز والأثير مع بعض بيمنح الإنسان إحساس جميل وبيخلي الإنسان في حالة مرحة، وكانوا بيعملوا حفلات بيتنفسوهم مع بعض عشان يستمتعوا، وسموا الحفلات ديت حفلات الأثير المرحة. وبعد كده ابتدى أطباء الأسنان في استخدام غاز أكسيد النيتروز لمنع الألم للمرضى، وكان أولهم الطبيب الأمريكي هوريس ويلز
لما وجد في حفلة من حفلات الأثير واحد من الناس اتعور ومحسش بأي ألم لأنه كان مستنشقه في الحفلة، وفعلا تاني يوم استنشق غاز أكسيد النيتروز وخلى دكتور زميله يخلع عليه ضرسه، فما شعرش بأي ألم. وجمع الأطباء في المستشفى وجاب مريض وحاول معاه أمامهم خلع ضرس ليه بعد استنشاق غاز أكسيد النيتروز، لكن المريض صرخ من الألم وفشلت المحاولة. بعدها جاء الدكتور مورتون واللي كان على دراية كبيرة بمحاولات الدكتور ويلز اللي بقت بالفشل قبل كده، وكان مورتون لسه طالب في كلية الطب في السنة التانية. عكف على دراسة الأثير وعمل تجارب كتير على الحيوانات وبعدها على نفسه عشان يعرف الكمية اللازم يعطائها من الأثير والوقت اللازم للإفاقة منه. وفعلا في عام 1846 عمل أول تجربة في عملية جراحية فعلية في مستشفى في ولاية ماساتشوستس، وهي نفس المستشفى اللي أجرى فيها الدكتور ويلز تجربته اللي منجحتش. وفي 16 أكتوبر 1846 وقدام المئات من رجال الصحافة وأساتذته من كبار الأطباء، ووقتها كان الدكتور جيلبرت أبوت من أشهر الجراحين وهو اللي قام بالعملية الجراحية مع الدكتور جون وارين. وقتها كانوا مجهزين عدة رجال عشان يمسكوا المريض ويربطوه عند إحساسه بالألم لو ما نجحتش التجربة. وبالفعل دخل مورتون بجهاز بيثبت على فم المريض ليستنشق الأثير أثناء العملية الجراحية، وفعلا تم إجراء العملية دون أن يشعر المريض بالألم. بعد العملية انحنى الجراح الشهير للطالب مورتون تقديرا للإنجاز الكبير اللي صنعه البشرية كلها، وقال له إن اللحظة ديت لن ينساها التاريخ ولن ينساك معها. وانتشر خبر النجاح الكبير لأول عملية جراحية يستخدم التخدير فيها في العالم كله، وده فتح الطريق لعالم تاني وهو الجراحة بدون ألم اللي اتطور الآن إلى جراحات المناظير وجراحات الليزر. خلصت حلقتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله.